خدت بالك مني ياض زمان؟ ده انا كنت بعمل كده، كنت خاربها. خلاص كده يا دادي البيت كله بقى بتاعنا. تقريبا يا حبيبي. ما تقولش تقريبا يا بابا، ولكن قل إن شاء الله. نعم، الصدق والوضوح هم أهم شيء. يا أبيض يا أسود، يا أحمر يا أخضر، يا أصفر يا أزرق، يما. يا حبيبي هو انا باخد رايك في دهانات الشقه؟ ما تعفرتنيش. اسمعوا يا اولاد، انا معايا عقد البيت بس ناقص عليه توقيع الزفت سيد ده. خلاص احنا نطرده ونرميه لك لابس سكك تنهش في لحمه، واذا ما رضيش يطرد خلاص نزعق له جامد بقى او نجرحه في مشاعره. ما ينفعش اطرد سيد يا لولو يا حبيبي. ليه يا دادي؟ اخلاقي يا اولاد، اخلاقي ما تسمحليش ان اعمل كده مع سيد. بارك الله فيك يا دهل. معنى يا اولاد ان احنا نطرد سيد ده معناه ان احنا لازم نجيب شغاله مكانه، وشغاله هتقعد تقول لك مش عارف عايزه ايه، اجازه مصيف واجازه وضع. لكن سيد لو راح يومين جمصه مصيف مش هيطلب اجازه وضع. ليه بقى يا دادي مش هيطلب اجازه وضع؟ عشان هو راجل يا لولو يا حبيبي. ايه ده؟ يعني انا لما اتجوز مش هاخد اجازه وضع؟ يا خساره. بص انت يا لولو على حسب، انت يا لولو يا حبيبي على حسب. وبعدين اسمعوني يا ما تعفرتونيش. الشغاله دي هتقعد تقول لك عايزه ساعتين اوفر تايم وعايز ياخد بالدولار، لكن سيد ده يوم ما هيتكلم هياخد على قفاه. ايوه انا بقى عايز واحد ياخد على قفاه. ليه بقى؟ لان انا داخل بطوله الملاكمه اللي جايه، وعايز اقول لك ان الملاكم ما هو حاجتين، الشمال بتاعته واليمين بتاعته. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترشع على طول. هو ده عنتر. الله يسلمك يا حبيبي. كده يا ايه رايك يعني نخلي سيد ولا نجيب مكانه شغاله؟ نخليه، لان انا برجع من التمرين مهدود وببقى محتاج حد يجهز لي الاكل على طول بسرعه عشان نسخن بعضينا. وانت ايه رايك يا لولو يا حبيبي؟ لا احنا لازم نخليه، انا ما بعرفش اعمل اي حاجه لوحدي يا دادي. انا بحتاجه يسشور لي شعري ويخش معايا يعمل في الحمام ويعمل معايا كل حاجه، انا ما بعرفش اعمل حاجه اصلا. ولا انا عايزك تبقى زي اخوك يا بطل يا. لا يا عم انت بص، انت عنيف قوي، انا ما بحبش العنف. انا اعلمك يا الملاكم حاجتين، الشمال واليمين. الشمال بتاعته لو جلت اليمين ترشع على طول. ولا ده عنتر. اسمع يا حبيبي اسمع، انت رايك ايه يا عبد التواب؟ نخلي الواد سيد ولا نجيب مكانه شغاله جامده؟ أعوذ بالله. اعوذ بالله، الواد ده طالع لمين انا مش عارف، ده انا كنت خاربها وانا عيل صغير. ما هو واضح على ركبك اهو. يا عايز يخلص. يا أبتي يا أبتي، شغالة يعني امرأة أنثى تعيش مع 3 أولاد وشايب، قالوا الشغالة حرام. خلاص يبقى اتفقنا يا اولاد. تعال احنا نخلي الواد سيد يخدمنا ونقعد نجرب فيه لحد ما يسيب لنا البيت والتريلا بتاعت ابوه. موافقين؟ موافقين. نتفق على الكلام ده. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني يا مغنواتي غني حكايتنا عالربابة. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. في ايه؟ ما اعرفش مين ده يابا. انا عارف يا ابني يا حبيبي. ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. خلاص سيبها خلاص سيبها. ما بعرفش اسوق، خلاص ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. ده سيد تريلا ابن انشراح منافله. انت طلعت العجله من المخزن ليه يا سيد؟ انا عايز اركب العجله من زمان وانت ما كنتش عايزني اركب العجله. هاي انا لولو. ايه ده، احنا عندنا ستات هنا؟ ستات ايه؟ انا مش ستات. انت ايه؟ انا راجل. لا يا راجل. اه والله. انت راجل؟ ايوه. بس انا نظري ضعيف، طب قول حاجه كده. هاي انا لولو. لا بتكذب، بتكذب. لا والله ما بكذب. لا بتكذب. والله ابدا انا راجل. سيبك منه هنا وتعال كلمني. ايه ده اخويا، ما تخلينيش اجي اتدرب في وشك. يلا يا سيد. نعم. خليك معانا يا سيد، كلمنا يا سيد. ايوه يا بيه، يا بيه،
يا بيه انت سايبني كده اهو يا بيه من غير ما اركب العجله، وانا كنت عايز اركب العجله. اسمع بقى، العيال دول من النهارده دول ولادي، بس انا كنت مخليهم مع فسيخه البواب يربيهم لحد امك ما ماتت، وفضلت مخبي عليها السر ده لحد ما ماتت. طب وهتقول لها امتى؟ امك ماتت يا سيد. ايوه هتقول لها امتى يعني ان دول مش ولادك؟ يا سيد ما تعفلجنيش، اسمع، العيال دول تعالى يا ولاد، يعني العيال دول ولاد فسيخ البواب؟ دول ولادي على الطلاق بالثلاثه ولادي. يعني ولاد فسيخ البواب دول ولادي والله. اسمع، هيعيشوا معانا هنا على طول. على طول فين؟ هيعيشوا معانا هنا في البيت بتاعي؟ البيت بتاعك ده كان زمان ايام ما ابوك كان عايش يا سيد، لكن دلوقتي البيت ده بتاعنا، مش عاجبك امشي. امشي اروح فين؟ ده بيتي، ده بيت انا وانا لازم اقعد هنا يا عمي، ده بيتي، ده بيتي وانا بقول لك اهو انا لازم اقعد هنا في بيتي. هو ايه اللي جاب مفيد فوزي هنا؟ لا 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 لا، انا لست بأبي ولست لي علاقة بهذا، انا عبد التواب. عبد التواب ابن البواب؟ اثبت انه ابن البواب. وبعدين بقول لك ايه، انا معايا ورق البيت ومعايا ورق التريلا بتاعت ابوك كمان. خد يا سيد، خد يا سيد المقشه دي، روق لنا البيت كده يا سيد، واسخلى يا سيد، اسخلى عشان نلعب مع بعضينا. يعني ايه انا اللي هقعد اكنس وامسح في البيت؟ ليه؟ ده بيت انا وانا هبقى شغاله في البيت؟ ايوه يا سيد، خد البس دي بتاعه المطبخ. هو انت مين؟ يوه، انت مين بجد؟ انا لولو. ازيك يا لولو؟ اهلا وسهلا. وانت مرتبطه؟ اه مرتبطه. طب انت بتحزميني ولا ايه يا لولو؟ يا لولو خلاص. وانا هرقص؟ يا سيد اسمع، ها؟ الاوضه اللي انت كنت بتقعد فيها زمان خلاص من النهارده هيقعد فيها ولادي. يعني ايه وانا هقعد فين طيب؟ يعني انا هقعد اكنس وامسح وكمان الاوضه بتاعتي هتاخدوها، انا هقعد فين؟ اقعد مطرح ما تقعد في المطبخ. لا مش عايز اقعد في المطبخ. اقعد في اي حته انت عايزها. اقعد في الحمام اقعد في الحمام يا اخوي. ولا اقعد في الاوضه بتاعتي؟ الاوضه خدها عيالي خلاص. عيالك دول؟ ايوه دول هم اولاد فسيخ البواب؟ ولاد الزفت البواب. عاجبك كده؟ اسمع يا سيد، انت من النهارده يا تقبل تعيش معانا على وضعنا ده يا اما تمشي. قلت ايه؟ لا هقول ايه؟ هقول ايه؟ يا رب يا رب، بيتي خدوه، بيتي خدوه، هيجيبوا ولاد البواب ما ويقعدوا. فيش احسن من ذكر الله. يا زيكس، هناك مثل عربي يقول سيد القوم خادمهم. انت مين؟ انا سيد. واحنا القوم، اخدمنا اخدمنا يا سيد. هو المثل ده معمول عشانكم؟ اي نعم. عشان ولاد البواب؟ ماشي. حضر لنا بقى لقمه هنيه، ها، عشان ايه؟ ادعي لك دعوتين ربنا يكرمك، انجز. حاضر. بقول لك ايه؟ نعم. لما تعمل الاكل ما تحطش كاتشب حار عشان بيلسعني في لساني من قدام. هو انت مين؟ يوه بقى. انت مين أنا بجد؟ لولو، انا لولو. لولو؟ اه. مرتبطه؟ انت مش سالتني هنا من شويه قلت لك اه؟ اما انا كنت سامع الاجابه. اه مرتبطه. انا هدخل اخد شاور واجي على طول. هتاخدي ايه؟ شاور. طب خلي بالك. ماشي. يلا يا سيد اقلع. نعم. اقلع. ليه كده؟ ما انا كمان هقلع. وبعدين؟ وهنسخن بعضينا. يلا يا سيد ما تعطلنيش يا سيد، عايزك تسخني. في ايه يا سيد؟ ما تقلع يا سيد، خلينا نقلع. اقلع انا مسك، يعني انا وافقت ان انا ابقى شغال عندكم في اقلع ايه؟ انا مش هقلع. لا حول اين الطعام اللذيذ الديليشيز؟ يا عم تواب يا ابن البواب، نعم. الحق اخوك بيقول لي اقلع. ما انا نفسي جاي اقلع واتفرج معاك. ايه الاخلاق بتاعت العيله بتاعتكم دي؟ الرجل عنده ماتش في الملاكمه ويريدك ان تلعب قصاده. ملاكمه. انا خيالي راح في المصارعه. لا انا داخل بقى بطولة البلد وعايز ابقى ولد، فعايزك عايز ايه؟ عايز ابقى ولد. وانت ايه بنت ولا ايه؟ بنت ايه؟ انا عايز ابقى ولد، يعني ابقى بطل، فعايزك تسخنا يا سيد. يعني انا هعمل ايه دلوقتي؟ يعني انا هكنس ولا احضر له الاكل ولا اسخنك؟ انتوا عايزين مني ايه؟ ماليش دعوه، انا عايزك تسخني. حاضر حاضر حضرتك. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه؟ ايه؟ اعمل ايه؟ تسخن معايا. حاضر. نلعب ماتش دلوقتي وتسخن معايا ان شاء الله فيه. يا عمي يا عمي يا ناس. في ايه؟ سكوا عليك كده ليه وبتزعقوا على الفاضي؟ في ايه؟ مش عارف اخد شاور. ايه ده؟ انت مين؟ يوه. مين؟ انا لولو. عايز ايه يا لولو؟ انتوا بتزعقوا مش عارف اخد شاور براحتي. بص، ده احسن واحد يسخنك، خلي بالك. يلا. بقول لك يا سيد انا مش طالبه معاه كده.
انت اللي هتلعب معاه الماتش وانت اللي هسخن معاه. يابا خش يابا، يابا حضرني الماتش يابا.